السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن مرحلة البعث والنشور من القبور إلى أرض المحشر، وقلنا بأنها مرحلة عظيمة جدا وهول فظيع. واليوم نتكلم عن مرحلة أخرى ومشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو العرض على الله تبارك وتعالى والحساب بين يدي الله عز وجل الرحمن الرحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فابقوا معنا إخواني وأحبابي، ولا تبخل أن تجد الفيديو تضغط إعجاب وتشاركه مع أصدقائك وأحبابك كي ينتفعون به، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم النفع به، فتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لا شك ولا ريب أن مشهد العرض على الله تبارك وتعالى والحساب بين يديه مشهد عظيم لا يتحمله كل الناس. وكما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن لحم الوجه يخر حياء من الله تبارك وتعالى إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ربه يوم القيامة، من هول ما فعل في دنياه ومن نحو ما قصر في جنب الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن ينظر إلى الله عز وجل. والعرض على الله معناه هو إيقاف العبد بين يدي الله عز وجل ليعرفهم أعمالهم، وهو ليس هو الحساب، بل هو قبل الحساب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وقد قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي أن الناس يعرضون على الله عز وجل صفوفا كما يعرض الجنود على السلطان. وقال سبحانه وبحمده: يوم يعرضون لا يخفى على الله منهم شيء. فيه بيان أن العرض شامل، وأن الله مطلع على الناس جميعا وإن كثرت أعدادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذاك العرض، يعني مش ده الحساب، ده العرض. رواه البخاري ومسلم. أي أن الحساب اليسير هو مجرد عرض العمل دون نقاش ولا تعذيب، نسأل الله السلامة. والحساب معناه هو مناقشة الأعمال وتفصيلها ومجازات العبد عليها، ويختلف من عبد إلى آخر، فليس كل الناس حسابهم كبعضهم البعض، وإنما هناك حساب يسير وهناك حساب عسير. فالله تبارك وتعالى يناقشك في كل أعمالك صغيرها وكبيرها ويجازيك عليها. فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا وهم أهل النار أو من يعذب، لا جعلنا الله وإياكم منهم. إن الله تبارك وتعالى يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذا دليل على أن الله تعالى يتولى الحساب بنفسه، لا يكلف به أحدا من الملائكة. والله تبارك وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه، يعني يقترب من ربه، حتى يضع عليه كنفه، وهو الستر والرحمة، فيقول: عملت ذنب كذا وكذا، أو عملت كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب.
فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحساب الخاص بالمؤمنين، حتى لا يفهم الكثير من الناس أن هذا جامع للناس جميعا. الذين ستر الله عليهم ذنوبهم في الدنيا يغفرها لهم يوم القيامة لأنهم تابوا منها. الحساب اليسير هو مجرد عرض الأعمال دون مناقشة، ويكون للمؤمنين. والحساب العسير إخواني هو المناقشة والمساءلة التفصيلية، وقد يكون فيها أيضا من التعذيب والنكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. اللي ربنا هيناقشه في الحساب ويذكر له أعماله بالتفصيل ويفند له أعماله سيعذب لا محالة. رواه البخاري ومسلم. هناك أناس يوم القيامة لا يحاسبون أصلا. الله أكبر. من هؤلاء يا رب الذين لا يحاسبون يوم القيامة؟ وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم قيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. متفق عليه. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى في ناس معينة هيخرجون من أرض المحشر، يخرجون من قبورهم إلى الجنة مباشرة، لا يناقشون ولا يعذبون ولا يسألون ولا يقفون في أرض المحشر، إلى الجنة مباشرة دون حساب. من يحاسب ومن لا يحاسب؟ يحاسب جميع الخلق، المؤمن والكافر، الذكر والأنثى، العاقل والمجنون، بحسب التكليف، إلا من رحم الله سبحانه. والصغار والمجانين لا يحاسبون لأنهم غير مكلفين. والرسل والأنبياء يسألون عن تبليغ دعوتهم للناس، الرسالة. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كيف يكون الحساب؟ كيفية الحساب: تتطاير الصحف كما ذكرنا قبل ذلك، ويأخذ كل إنسان كتابه باليمين للمؤمنين الذين عاشوا على الإيمان والتوحيد في الدنيا، بالشمال أو من وراء ظهره للكافرين الذين كذبوا دعوة الله والرسل. الميزان توزن أعمالك، حتى قيل أن الأعمال يكون لها جرم توزن به، يعني مقدار معين. ثم الشفاعة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. ثم القصاص، ترد المظالم إلى أهلها. من المشاهد العظيمة يوم الحساب كشف الأعمال المستورة، الفضائح الكبرى تكشف على مرأى ومسمع من الناس يوم القيامة جميعا. وتشهد عليك الأعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، حتى أن الأرض التي كنت تمشي عليها تشهد عليك يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. فسبحان الله العظيم، هذه مشاهد نذكرها حتى يعني يتسنى منها ترقيق القلوب. إن لما تسمع المشاهد دي والمواقف دي يرق قلبك، وتستعد ليوم القيامة وتعمل لله عز وجل. حينها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن ختامنا جميعا، وأن يحسن وقوفنا بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ولا تنسى حبيبي في الله أن تنشر المقطع بين إخوانك وتكون سببا يعني في النفع بين إخوانك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.